زمان كانت السبورة حيط والطالب ذكي. اليوم صارت السبورة شاشة ذكية والطالب حيط. زمان كان بيتنا غرفة صغيرة وصالة بيتجمع فيها القرايب والجيران، واليوم بيتنا كبير كبير وغرف كتيرة ما فيها غير الأرض والجدران. هذا مسافر وهذا مهاجر وهذا زعلان وهذا من الدنيا طفشان. زمان كان غدانا رز وبرغل وباذنجان، نفرش الأرض وناكل من صحن واحد وضحكتنا يسمعها الجيران. ولك اليوم السفرة مليانة لحوم ودواجن وصحون أشكال وألوان، بس يا حسرة الأماكن فاضية تتمنى يتجمعوا الأهل والخلان. زمان بالدار سهرتنا والأب يحكي لنا قصة وحكاية كان يا مكان، ومن ضحكتنا تبين الأسنان. ولك واليوم سهرتنا على الموبايل واتس ونت وفيسبوك، حتى صرنا بخبر كان. زمان كنا نسأل عن بعض ونزور بعض ونتلاقى بالأحضان، واليوم من العيد للعيد نزور بعض غصب عنا كمان. حتى السلام عن الناشف كمان، والقعدة على قلوبنا نيران. ولك زمان لو مرض الواحد فينا تتجمع حواليه كل القرايب والجيران. واليوم الأخ ما بيقدر يقول لأخوه الحقني، ولك الحقني أنا تعبان. زمان كانت ال1000 ليرة مع البركة تكفي العيلة شهر وزيادة كمان. ولك واليوم 500 و600 ألف ليرة ما بتكفي العيلة شهر، وبيتدينوا كمان. زمان كان في جامع واحد بكل حي وبعيد كمان، وكل الناس بتروح بتصلي وما بيبقى مكان. واليوم بكل حارة مسجد وصف واحد ما بيكمل كمان. لك زمان كنت تعرف مين ساكن باخر الحارة وتعرف قرايبه كمان، واليوم ما بتعرف مين جارك وبابه جنب بابك. يسافر ويمرض ويروح ويرجع وانت ما بتعرف عنه اي شيء، حتى ما في سلام. زمان كان في تلفزيون واحد بالبيت وكم قناة، وفترة للأطفال وفترة للكبار، والكل مبسوطين كمان. واليوم بكل غرفة في تلفزيون وريسيفر و1000 قناة، وشو عم بيصير ما حدا دريان. زمان كان في تلفون واحد بالبيت وما يرد عليه إلا الأب أو الأم مع كل احترام. واليوم مع كل واحد بالبيت في عنده موبايلين، ومن الأكل ما شبعان. للأسف واقعنا تعيس يا أخوان.